أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار الويب المغربي. تفاصيل هجوم مسلح استهدف شاحنات مغربية على حدود مالي وموريتانيا. وقبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد. في حادث خطير هاجم مسلحون في مدينة نيرو دو الساحل الواقعة على الحدود بين مالي وموريتانيا شاحنات مغربية للنقل الدولي للبضائع، حيث تم إطلاق النار عليها وعلى السائقين. وأقدم المسلحون على وضع حجارة ومتاريس على الطريق قبل عبور الشاحنات المغربية الحدود من مالي إلى موريتانيا، ما عرض حوالي 30 شاحنة مغربية إلى إطلاق النار، ولم يخلف وفق مصادر خسائر في الأرواح. إطلاق النار دفع بالسائقين المغاربة إلى الفرار في اتجاه أماكن بعيدة، الشيء الذي خلف في المقابل خسائر مادية كبيرة. وتعود تفاصيل الهجوم الإرهابي إلى 6 يناير الجاري على الساعة 10 مساء، حيث أكدت القوات المسلحة المالية في بيان لها أن الإرهابيين الذين تسللوا إلى المدينة بتعاون داخلي هاجموا مواقع حيوي في منطقة نيرو ذو الساحل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد.